في الحلقة دي إن شاء الله هنتكلم مع بعض عن أسهل طريقة لتكوين سؤال في زمن الحاضر أو زمن المضارع البسيط. يعني لو عايز تسأل سؤال لحد عن حاجة بتحصل دلوقتي، فهتسأله إزاي؟ وإزاي هيكون تكوين السؤال بتاعك سليم من حيث الجرامر أو من حيث الطريقة بتاعته. ما تنساش تجاوب التدريب اللي موجود في آخر الحلقة، هتجاوبه في تعليق تحت الحلقة وهيتم التصحيح ليك علشان تتأكد انت فهمت الحلقة ولا لسه. السؤال عامة في اللغة الإنجليزية ليه طريقتين، يا سؤال بهل يا سؤال بأداة استفهام. يعني ايه الكلام ده؟ أنا عندي السؤال بهل اللي هو مثلا هل تكتب الدرس؟ ده بالعربي. بجاوب بإيه؟ نعم أنا أكتب الدرس أو لا أكتب الدرس. فدي نوعية من الأسئلة. النوعية التانية اللي هي سؤال بأداة استفهام، بمعنى أداة استفهام زي إيه؟ اللي هو بيبتدي بأداة استفهام زي ما، ماذا، من، أين، كيف. أي أداة استفهام في الأول زي ماذا تأكل، ماذا تشرب، ماذا تفعل، من هو. كل دي أسئلة بتبتدي بأداة استفهام. يبقى أنا عندي السؤال في الإنجليزي يا بهل يا بأداة استفهام. دلوقتي هنشوف مع بعض السؤال بأداة استفهام بيتكون من إيه وإزاي أرتبه ترتيب صحيح، وهل ينفع أغير في الترتيب ده ولا لأ. أول حاجة إن أنا لازم أرتب بنفس الترتيب اللي إحنا هنقوله دلوقتي، ما ينفعش أغير فيه. يعني ما ينفعش أجيب حاجة قبل حاجة أو حاجة بعد حاجة، لا، لازم يمشي بنفس الترتيب ده اللي هو إيه بقى؟ أول حاجة أداة استفهام، يبقى أول حاجة هحطها عندي أو هكتبها أو هقولها هي لازم تبقى أداة الاستفهام. زي إيه؟ زي what ما أو ماذا، where أين، when متى. أي أداة استفهام بيجي على طول بعد أداة الاستفهام يا do يا does، وهنعرف دلوقتي إمتى أحط do وإمتى أستخدم does. وراها بنفس الترتيب الفاعل عندي زي، والفاعل ده بيبقى حاجتين، يا اسم، أي اسم في الدنيا زي هبة، أحمد، علي، كات، دوج، اسم حيوان بقى، اسم نبات، اسم بلد، اسم إنسان، أي اسم المهم يبقى تصنيفه اسم. أو ضمير اللي هي ضمائر الفاعل زي هي، ذا، شي، إت، أي ضمير فاعل بيجي بعدها الفعل الرئيسي اللي عندي. يعني إيه الفعل الرئيسي؟ زي مثلا أقول بالعربي متى تذهب، يبقى هنا الفعل الرئيسي عندي اللي هو إيه اللي أنا بسأل عنه؟ تذهب. طيب ماذا تأكل؟ هنا الفعل الرئيسي اللي بقى بسأل عنه تأكل، يبقى هنا الفعل هو ده الفعل الرئيسي بيجي دايما فين؟ بعد الفاعل. فهتبقى زي مثلا play يلعب، go يذهب، watch يشاهد. بعدي بحط باقي الجملة إن وجدت. يعني إيه إن وجدت؟ يعني ممكن الجملة تقف عندي لغاية الفعل الرئيسي وتبقى مفهومة مش محتاجة إن أنا أكملها، وممكن تكون محتاجة إن أنا أكملها عشان أعرف السؤال بيسأل عن إيه بالظبط. زي مثلا لما أجي أقول متى أذهب، طب أنت تقصد إيه؟ أذهب لفين؟ أذهب للشغل أو العمل، أذهب للدكتور، أذهب للنادي، أذهب للمدرسة، أذهب لإيه بالظبط؟ تسأل إن أنا هروح فين إمتى بالظبط أو لإيه. فهنا بالتالي لازم أكمل بقية الجملة زي مثلا متى تذهب إلى المدرسة، فهي إلى المدرسة دي هي دي باقي الجملة. لكن سؤال تاني ممكن ما يحتاجهاش، زي ما أجي أسأل ماذا تفعل، ما هنا أنا بسأل أنت بتعمل إيه، فهنا مفيش باقي جملة هكملها لأنها مفهومة. يبقى أنا عندي باقي الجملة إن وجدت زي to school, this movie، أي حاجة بتكمل لي المفهوم بتاع الجملة أو معناها. دلوقتي هنشوف مع بعض أمثلة توضح اللي احنا قلناه، وإمتى برضو نستخدم do أو does. هنشوف مع بعض أول مثال عندنا when does he go to home، متى يذهب إلى المنزل. طيب تعالوا نشوف كده ترتيبه من حيث الكلام اللي احنا كمان قلناه، وهل فعلا جاي بنفس الترتيب اللي احنا قلنا عليه ولا لأ. أول حاجة عندي when اللي هي أداة استفهام زي ما احنا قلنا بتيجي أول حاجة. بعد كده عندي does، احنا قلنا بنحط يا do يا does. طب ليه هنا حطيت does؟
عشان حاجة سهلة جدا. الفاعل عندي بعرف منين؟ من الفاعل. لو الفاعل هي أو شي أو إيت أو كلمة مفرد يبقى بحط does. يبقى الفاعل هي شي إيت اللي احنا قلنا عليهم دايما 3 صحاب. لو هم مع المفرد يبقى كده 4 صحاب، دايما بياخدوا حاجة واحدة. فلو الفاعل عندي حاجة من الحاجات دي هي شي إيت مفرد بحط does. طيب جه بعد does الفاعل، احنا قلنا لازم يبقى واحد من ال4 دول، فهنا الفاعل عندي he. طيب بعد كده جه عندي الفعل الرئيسي اللي هو go يذهب أو متى يذهب. جه بعدها باقي الجملة. طب ليه هنا حطيت باقي الجملة؟ لأن لو وقفت عند جو مش هيبقى مفهوم. أنت تذهب، أنا بسأل عن إيه؟ متى تذهب لفين؟ المدرسة، الجامع، المستشفى، النادي، العمل، فين بالظبط؟ فأنا هنا مفهمتش، فلازم أكمل باقي الجملة، فاللي هي to home. يبقى وضح لي أنا بسأل عن إيه؟ الذهاب إلى المنزل. طب أجاوب الكلام ده إزاي؟ طبعا في اللغة الإنجليزية عامة ببتدي الجملة زي ما احنا عارفين بالفعل، فهيبقى الفعل عندي اللي هو he goes. طب ليه حطيت هنا للفعل es؟ قاعدة طول ما السؤال فيه does يبقى إذا هحط للفعل تحت يا اس يا es يا es. واحنا طبعا عرفنا ازاي بنفرق ما بينهم، امتى احط الاس وامتى احط الاي اس وامتى احط الاي اس. واللي بيتابع معانا جديد هيلاقي لينك الحلقه دي في اخر الفيديو، الفرق ما بين ده او ده او ده. فهنا طبعا هنحط اي اس. ليه؟ عشان الفعل اخره او، فهياخد اي اس، فهيبقى he goes. وهكمل to home هو يذهب الى المنزل at 7 p.m. في الساعه 7 مساء. طيب سؤال كمان، when do they go to home؟ طب ايه اللي اختلف هنا؟ يعتبر متى يذهبوا الى المنزل، نفس الفكرة عامة، بس ايه اللي اختلف؟ اللي اختلف ان احنا هنا حطينا do مش does زي فوق. طب ليه؟ عشان الفاعل اللي عندي they. اي فاعل غير he وشي وإيت والمفرد، اي واحد غير دول هياخد do. يبقى he وشي وإيت والمفرد بياخدوا بس does. اي حاجة غير كده هتبقى احط do. يبقى when do they يعني home go to home. يبقى عندي برضه تكوينة السؤال أداة استفهام do الفاعل they go فاعل رئيسي to home باقي الجملة. هجاوب ازاي؟ هحط الفاعل في أول الجملة اللي هو they. الفعل هنا هينزل زي ما هو go. ليه؟ لأن أنا عندي do مش عندي does. يبقى في does بس هو اللي بغير في الفعل، لكن do بنزله زي ما هو، زي ما مكتوب عندي هخليه، أو زي ما أنا سألت بيه هجاوب بيه. يبقى they go to home at 7 p.m. في الساعة 7 مساء. دلوقتي هنشوف مع بعض السؤال بهل في زمن المضارع البسيط. بينقسم لجزئين. جزء الفعل الأساسي اللي في الجملة عندي أو اللي أنا هتكلم بيه هو verb to be اللي هو يا am يا is يا are. طبعا ده في زمن المضارع وهنشوف ازاي. الجزء التاني اللي هو الفعل verb to be مش أساسي، أو am أو is أو are مش هي الفعل الأساسي اللي عندي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني دلوقتي لو عندي الفعل الأساسي هو am أو is أو are زي المثال اللي معايا اللي هيوضح لي is he a teacher؟ هل هو معلم؟ هنا هل في فعل تاني في الجملة غير is؟ مفيش. هنا بسأل هل هو يكون، يبقى هنا يكون هو الفعل الرئيسي اللي عندي، ما عنديش فعل تاني، فإذا هنا هحطها هي في أول الجملة. هتبقى جاية بأداة استفهام بمعنى هل في أول السؤال، فهيبقى is he a teacher؟
يبقى تكوينته ازاي بقى السؤال ده؟ يا ام يا از يا ار، طبعا على حسب الفعل اللي عندي، بعده بيجي الفعل، بعد كده باقي الجملة مفيش فعل زي ما احنا شايفين خلاص. ليه؟ لأن ام أو is أو are هنا جايين هما الفعل الرئيسي اللي أنا هسأل بيه، وهما اللي محطوطين في أول كأداة استفهام بمعنى هل. زي المثال التاني اللي معايا اللي هو are they happy؟ هل هما سعداء؟ أو هل بيكونوا سعداء؟ هنا برضو زي ما احنا ملاحظين مفيش فعل في السؤال تاني غير are اللي هي جاية في الأول كأداة استفهام بمعنى هل. في أي فعل تاني في الجملة؟ لأ. في عندي they فعل، باقي الجملة اللي هي الصفة happy. طيب النوعية التانية اللي هي لو مفيش عندي verb to be اللي هو am أو is أو are، عندي أفعال تانية هي الأفعال الرئيسية. زي إيه؟ زي does he play football؟ هل هو يلعب كرة قدم؟ هنا نلاحظ إن الفعل الرئيسي هو play يلعب، إذا عندي فعل رئيسي يبقى إذا هسأل بإيه؟ بيدو يدز بمعنى هل. طيب ليه حطيت does؟ عشان إحنا قلنا إن he وشي وإيت والمفرد بيجي معاهم does، فهي اللي هتيجي does في أول السؤال بمعنى هل هو يلعب كرة قدم؟ يبقى does بعدها الفاعل، بعدها الفعل الرئيسي، بعدها باقي الجملة. زي تكوينة السؤال اللي احنا قلناه من شوية اللي هو بتاع أداة الاستفهام، بس هنا شلنا أداة الاستفهام اللي في الأول وبدأنا من أول do أو does. يبقى do أو does بعدها الفاعل، بعد كده الفعل الرئيسي، بعد كده باقي الجملة، نفس الترتيب لكن شلت أداة الاستفهام اللي في الأول. ليه؟ عشان هنا السؤال هيجي بمعنى هل، فلازم يبدأ بدو أو does. زي المثال التاني do they play football؟ هل هم يلعبوا كرة القدم؟ هنا ليه حطيت do؟ عشان الفاعل عندي they، لا هو he ولا هو she ولا هو it ولا هو مفرد، واحنا قلنا اتفقنا مع بعض ان اي حاجة غير دول هتبقى do. يبقى do they play football؟ هل يلعبوا كرة قدم؟ طيب ازاي اجاوب السؤال اللي بمعنى هل؟ نفس الاسئله اللي معايا اهي ليها 4 طرق في الاجابه، بس اول حاجه بعرفها ان اي سؤال بمعنى هل ليه حاجتين اساسيتين، يا بجاوب بنعم او بلا، yes او no، لكن ليهم 4 طرق او كل واحده منهم ليها طريقتين، اجابه مختصره او اجابه مطوله. هنشوف يعني ايه الكلام ده. زي المثال اللي معايا اللي هو is he a teacher؟ هجاوبه ازاي؟ لو هجاوب مثلا هو حد بيسألني هل هو معلم، فانا بالعربي كده هجاوب اقول له ايه؟ ايوه هو معلم، او لا هو مش مدرس او مش معلم، ليس معلم، هو ليس معلم. طب هترجم ازاي ده للانجليزي؟ اول حاجه اللي هي نعم هو معلم، يبقى نعم اللي هي yes. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هعمل مقص. يعني ايه مقص؟ يعني الفاعل هيجي الاول وبعدين الفعل المساعد اللي هو is. عملت مقص، بدلت اماكنهم، فهتبقى yes he is، نعم هو كذلك. طب لو عايزه اجاوب اجابه مطوله شويه هكمل نفس الموضوع، هتبقى yes he is واكمل بقيه الجمله اللي عندي فوق a teacher، نعم هو معلم، يبقى بكمل بقيه الجمله اللي عندي. طب لو هجاوب no هو ليس معلم، هتبقى no he برضو المقص بتاعي اللي هو he is، بس نخلي بالنا من حاجه، طول ما في no بحط not، يبقى no he isn't، يبقى طول ما في no لازم احط not النفي. دي نقطة مهمة جدا، دي اللي بتفرق عندي من no ل yes، ان انا حطيت not. طب لو هجاوبها اجابة مطولة حتى لو انت قلتها كده بالعربي، لا
هو ليس معلم، هو مثلا دكتور، فهجاوبها ازاي؟ فهتبقى no he isn't a teacher, he is a doctor. no لا هو isn't، حطيت not عشان عندي no بعد ما عملت المقص طبعا، a teacher معلم، بعد كده he is جملة عادية خالص، هقول بقى هو ايه، he is a doctor، هو دكتور. النوعية التانية اللي هي لما تكون بادئة بدو أو does، برضو نفس الموضوع، هعمل المقص بتاعي وهجاوب yes or no. طيب لو جاوبت yes هتبقى yes he does، عشان عملت المقص بدلت أماكنهم، جبت he الفاعل الأول بعد كده does الفاعل المساعد. طب لو عايزة أجاوبها إجابة مطولة، هنا بقى في اختلاف. لو الإجابة مطولة هنا هيبقى في اختلاف. ليه؟ اختلاف مع does بس في مسألة الفعل، زي ما احنا اتفقنا ان طول ما في does يبقى هجاوب الفعل لازم احط له يا اس يا اي اس يا اي اي اس. فهنا هيبقى yes he plays football، حطيت اس. ليه؟ عشان عندي does فوق فلازم اجاوب باس. في نفس الوقت عندي الفاعل هنا he او she او it او المفرد بياخده في المضارع البسيط راجع الحلقة اس او اي اس او اي اي اس. هتلاقي برضو الحلقة في اخر الفيديو. نيجي برضو لو حبيت اجاوب no هتبقى no he doesn't. طبعا حطيت not ليه؟ عشان في no. طب لو هجاوب اجابة مطولة شوية في no هجاوبها ازاي؟ هتبقى no he doesn't play. طب ثواني، ليه هنا ما حطيتش اس ما في does؟ عشان هنا الاس does والفعل جايين مع بعض في النفي. هتراجع حلقة النفي هتلاقي برضو اللينك بتاعها موجود في آخر في الآخر. لو does موجودة معايا في نفس الجملة قبل الفعل في نفي ما ينفعش أحط للفعل اس أو اي اس أو اي اي اس، لأ بيرجع لأصله للمصدر بتاعه. فهتبقى he doesn't play football. طيب أمال هو بيلعب إيه؟ هتبقى he plays basketball. هنا بقى حطيت الاس. طبعا موضوع الاس ده هيوضح معاك أكتر لما تراجع الحلقتين اللي هم هيبقوا في الآخر، هتلاقي الرابط بتاعهم في الآخر أو في الوصف، موجود في الوصف تحت. الحلقة اللي هي امتى بحط اس أو اي اس أو اي اي اس للفعل المضارع ونفي الفعل المضارع. دلوقتي قبل ما نختم حلقتنا هتحل التطبيق ده في التعليقات، يعني هتكتب حلك في تعليق تحت الحلقة وهيتم تصحيح التعليق علشان تتأكد انت فهمت الحلقة كويس ولا محتاج تشوفها تاني، وإن شاء الله هكون في انتظار حلكم في التعليقات. وبكده يبقى انتهى درسنا النهاردة، فياريت متنسوش تتابعوا معايا الدروس الجديدة والمسابقات اللي هتتم على القناة وعلى الصفحات بتاعتي.